اللي عنده حساسية بيض والطفل من 6 شهور لغاية يديك العمر أي سن لازم ياخد تطعيم الإنفلونزا. تحديث جديد، مش جديد قوي، بس بنقول معلومات عشان في معلومات خاطئة كتير منتشرة إن الطفل اللي عنده حساسية من البيض ما ياخدش تطعيم الإنفلونزا. CDC، مركز السيطرة على الأوبئة في الأمريكي، قايل في آخر 24 إنه ممكن جدا الطفل حتى لو عنده حساسية بيض بسيطة أو شديدة ياخد تطعيم الإنفلونزا. ومفيش حاجة تمنع تطعيم الإنفلونزا إلا حاجة واحدة فقط، إن يكون الطفل عنده حساسية من التطعيم. ولذلك أي تطعيم الإنفلونزا بيتاخد في مكان مجهز بحيث إن الطفل ما يحصلوش أي رياكشن أو ما يحصلوش أي تحسس. لكن عنده حساسية بيض خفيفة، حساسية جامدة، حساسية من مش عارف إيه، حساسية، ياخد تطعيم، ياخد التطعيم. ولو الطفل ما خدش تطعيم قبل 9 سنين، ما خدوش غير مره واحده، ياخده لازم في اي سيزون من يعني الشتاء او في اي ميعاد ياخده مرتين في الايه في السيزون. كل ده كلام مهم. الكلام ده كلام CDC، هتلاقوه موجود في اول كومنت عشان نطمن كل الناس انه اي طفل من 6 شهور لاي سن لازم ياخد التطعيم. المصححاتي دكتور محمد شبيب.